يعني عوادلهم في الجاهليه قبل الاسلام وهم عوادلهم بعد ايش؟ بعد الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا عوادلنا ايضا والحمد لله احنا كنا مسلمين هم في الماضي والمستقبل هم تماما احنا يعني بعدنا عنكم مش بعدنا شغال فقط لا غير. وكل ما هناك ان حضراتكم تشتغلوا في ضغط واحنا على ايش؟ على ضغط. الكل ان شاء الله يصب في ايش؟ في مكان واحد. لكن نحب ناكد عليه ان احنا ابدا بعيد عن الله تعالى الكلمه اطلاقا نهائي. وتأييدنا ودعمتنا ومشايخنا وعقابنا هذا يعني قبل كل شيء. انتم قدامنا احنا وراكم، ليس العكس يعني. احنا توجيهاتكم تتحرك. اللي يقولوا غير كده خالص فاحنا ايش يعني تبرر اي نعره يعني تختلف عن هذا والكل سبب بيتغير يعني. لكن موضوع العماد العموديه والبشر وكما اللي هو الباقي واحنا نشد على ايديكم وحضرتك ان عمادنا تم لهم هيكله صراحه يعني كانوا مترشين في الماضي وكان رمز علينا فعلا يعني اصبحت يد وعده. برضه اختيار العمد احمد صراحه يعني اختيار في محله فهو كادر يعني وخبره وعراقه اصل ومنشا ونسب حقيقه يعني. فهو الرجل مناسب مكانه مناسب. فاحنا نطلبه من خلالكم واي مصلحه ترون ان احنا طبعا بحكم الصفه بتاعتنا يعني ان ممكن ندفعوا بيها ونساعد ونتحركوا احنا خدامين يعني. وان شاء الله تعالى بحيث ان يعني نوابنا يكون في مندوب يعني من غير ما تحركوا انتم جيكم من عندنا ياخذ كل الطلبات بحيث اول باول احنا نفعلوها يعني احنا يبقى على اتصال ان شاء الله تعالى. هذا في منسق بينه وبينكم اول باول بحسب ما يعني فاحنا سعيدين وشاكرين.